بصوا بقى ده الشكل بتاع الفندق. احلى حاجه فيه ان هو فاضي. احلى حاجه فيه. حاسه ان الدنيا كلها ما اتفرج عليها، بس انا لازم اتعلم واتعود ان عادي حتى لما اتبسط عليه ولا يفرق. الموضوع جميل قوي. عايزه انزل الميه دلوقتي. الميه جميله بجد، جميله تحفه تحفه تحفه. عايزه اقول لكم لسه صاحيه دلوقتي من النوم. انا كنت تعبانه جدا ونزلت حمام السباحه ورجعت نمت. انا قلت هنزل واجيب حاجات احطها يعني في التلاجة، بس انا بجد كنت تعبانه قوي. نزلت حمام السباحه ما كانش في حد غيري فعشت فيه. انا ما قعدتش اكتر من ربع ساعه نص ساعه، بس بجد هلكني جدا. فماما انا هنزل دلوقتي هتمشى في الممشى السياحي وهاخدكم معايا، بس خلوني اوريكم الاول الاوتفيت. انا لبست الاندر شيرت كان اخضر ومن فوقيه كارديجان احمر. بقى احط لون كده مختلف بما ان انا بقى يعني مصيف وحركات، فحطيت اللون ده. مش هعمل اي حركه تاني. انا هاخد كمان الشبشب ده وانزل بيه عادي. خلاص انا هنزل كده، واصلا هنزل اجيب اكل واتمشى وهرجع على طول. فانا بس عايزه احط الحاجات اللي انا هبقى خايفه عليها ما اسيبهاش بره، واللي مش هاخدها معايا وانا نازله مش عايزه بقى في الاوضه زي ما هي كده. برضو انا مبقاش ضامنه مين ممكن يخش وانا مش موجوده، فهقفل الحاجه بتاعتي. عايزه اقول لكم بقى ان الحاجات اللي نزلت بيها الميه، الحاجات دي انا عايزه احطها تنشف. بس انا حطيتها هنا في البلكونه او اسفه هنا في الحمام. سوق الحمام هنا عاملين زي حبل كده تقيل يعني متقطعش، فانا لو حطيت الحاجه تنشف هنا ممكن تاخد وقت. فانا هاخدها احطها في البلكونه بره، احطها تنشف بقى براحتها من دلوقتي لحد بكره هكون هتنشف قوي قوي. الدنيا هنا امان ومريحه جدا، وانا بجد مبسوطه قوي من المكان هنا. الحمد لله الدنيا تمام ومريحه وهاديه وامان كل حاجه. فهاخد الحاجه انشرها وارجع لكم تاني. تعالوا بقى اخدكم في البلكونه اوريكم الشكل بيبقى عامل ازاي من البلكونه. بصوا الاضاءه هنا مش احسن حاجه، بس الدنيا هنا تحفه. مش عارفه احنا جنبين هنا الكامب ايه، بس بصوا الناحيه التانية دي هنا كده مش عارفه ده كامب ايه، بس المكان والانوار هناك تحفه. ما علينا، خلينا في الكامب بتاعنا. ده شكل الكامب بتاعنا من هنا. في الباك جراوند بتاعته تحفه. بصوا كمان البول عامله ازاي. بس هما مانعين البول ما بننزلهاش بعد الساعه 8. جميل قوي. هنزل اخد كميه صور هي وما حصلتش. بس الجو هنا حر جدا جدا جدا، الجو حر قوي يعني. فخليني كده اوريكم الشكل من ناحيه بالكاميرا الاماميه، وبعد كده هناخدكم تحت وننزل. يلا بينا. بصوا بقى يا جماعه، ده كده الاوتفيت اللي انا هنزل بيه. ده لسه اول يوم في دهب. انا ما رحتوش خالص قبل كده، فمش عارفه الدنيا هتبقى عامله ازاي. والساعه دلوقتي بيلها بتاع 9. انا لميت كل الحاجات بتاعتي وكل الحاجات اللي انا ممكن ابقى خايفه عليها حطيتها في الشنطه وقافلها بباسورد او حاطه برقم سري. وبعد كده هاخدكم وننزل. خلوني بس اقفل الشنطه وهرجع لكم تاني. من الاضاءه هنا مش احسن حاجه في الاوضه، فانا يعني كويس ان انا جبت معايا الرينج لايت. بصراحه نفعني قوي الرينج لايت ده. انا موصلاه اصلا بالباور بانك اللي انا جايباه برده من البيت، فنافعين قوي معايا. كويس ان انا فكرت وعملت كده. خليني بقى اقفله ان انا دلوقتي نازله فمش محتاجاه. وحاولت ان انا ارتب الاوضه، مش عايزه اسيبها مبهدله عشان مش عايزه اول ما ادخل الاقي الدنيا في وشي كده مكركبه. عدلت السرير كده جاهزه عشان ننزل. فيلا بقى نقفل النور. التاتش بس الاخير. يلا نقفل النور وننزل. عايز يعمل اي حاجه بنحط الساين دي عشان ما حدش يخش الاوضه وانا مش موجوده ينضف قبل اي حاجه. هو اصلا دلوقتي هيقفل. بصوا المفروض هيقفل دلوقتي واحده لان انا شلت المفتاح. كده شكل الفيو من بره والسلالم تحفه. السلالم شكلها كيوت قوي. مقلقه شويه عشان خاطر الممشى ممكن يكون فيه مش ناس كتير، فانا مقلقه. او ممكن المكان اللي انا همشي بيه او الطريق اللي انا همشي لحد الممشى ممكن يكون مفيهوش ناس، فده هيقلقني شويه. فخليني اخدكم. بس المهم ان السلالم عامله اضاءه تحفه قوي قوي، شكلها جميل. ده شكل الفيو هنا. بصوا الفيو عامل ازاي. يا نهار ابيض تحفه قوي. ده كده الطريق اللي انا همشي فيه. الطريق ده انا سالت اكتر من 60 مره الطريق ده امان وفيه ناس ولا لا. قالوا لي كلهم في ناس وطمني ومفيش اي حاجه. بصوا كده فالطريق يا جماعه فيه ناس. المهم ان انا ولا حاجه
المهم ان انا قالوا لي في كلاب كتير وحيوانات كتير قوي ناحيه الممشى، وانا هموت واشوف كلاب والعب مع الكلاب. وانا اصلا نازله عشان اجي اجيب اكل عشان ما عنديش اكل في الثلاجه. شوف الكلاب. يلا بينا. انا اتمشيت كتير، بس حاسه ان انا مصدعه قوي من بعد ما طلعت البول، عشان البول بجد بتخلي الواحد مش قادر وفاصل خالص. فانا دلوقتي اتمشيت ورحت قعدت على البحر. ريحه الميه المالحه قويه جدا. وهروح دلوقتي اجيب اكل وهطلع روم عشان انام، عشان عندي يوم طويل قوي بكره. ناس زحمه والساعه 11 بالليل، بس الدنيا زحمه. رحت جبت كل الاكل اللي انا محتاجاه. هطلع دلوقتي اخد الثلاجه وهجيب بس العيش، فاضلي بس العيش. هجيب العيش وهنام عشان عندي بكره يوم طويل. حاسه ان انا بدات افك شويه، مش فارق لي كل الناس اللي حواليا اللي عماله تبص لي دي. عادي يعني بجد المكان لطيف قوي وكله ناس. على قد ما كنت قلقانه قبل ما اجي لا يكون مفيش ناس والدنيا هاديه، بس المكان عامل زي وسط البلد بالليل، مليان ناس وامان جدا. انا اصلا مش من هنا، انا من فندق تاني، بس انا دخلت الفندق ده عشان شفت شكله كيوت قوي. اسمه ليديا، وعنده هنا كمان شاطئ خاص بيه. بصوا اصلا المكان، والله انا لو من هنا انزل اقعد هنا تحفه. وفي قطه، لا حبيت ده في قطه. بص قاعده ازاي، اصلا ده كلها قطط بتقعد بالمنظر ده. ايه ده، ايه العسل ده، ازاي نايمه. هاي استنى بس اطلع سلام عشان السند ممكن يشقلبني. بصوا الفايبس بتاعته المكان حلو قوي يعني، بس مش بيسمح بالحيوانات. كنت جبت قطوتي معايا. اوكي كان تحفه بجد، مبسوطه قوي بيه. استنوا نفتح الروم. اوكي نحط مفتاح النور. يا جماعه انتوا مش فاهمين مبسوطه ازاي. مكان تحفه، دنيا جميله. زي ما انا كنت عايزه بصراحه. كل حاجه فيها حلوه، كل حاجه. وجنبي في فندق كنت هنزل فيه، ده بيسمح بالقطط. تالي ده المره الجايه اكيد هاجي فيه. حط بقى حاجه في الثلاجه. بعد كده نحط الحاجه في الثلاجه مع بعض. بعد كده ايه، ناخد شاور. اوكي استنى احطكم على الترايبود عشان تشوفوا كويس.